تخيل كده تكون أفضل وأحسن سحر ما بين كل البلاد وبتهزم ملك الشياطين، وبتكون قريب من الملك وبنته مساعد الملك. أول ما بيشوف كده بيقرر إنه يقتلك عشان هو بيكون عاوز يتجوز الأميرة عشان ياخد كل أملاك الملك. بعد كده بيموتك وبتنتقل لجسم شخص آخر. اهو دوت ايه اللي بيحصل مع صاحبنا ليون كلاين. بس قبل ما نبدأ الحكاية أنا عاوز تضغط على زر اللايك والاشتراك وصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبعا تفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وتستمتع ان شاء الله بكل فيديوهاتنا. وعشان طبعا مش هطول عليكم هيا بنا هنبدأ في سرد الحكاية. شغل أغنية يا عم حمادة. بعد ما لين بيسم العيال اللي مع الواد بينطلق عليه هو عشان يقتله. بعد كده الواد بيقول ماذا يجري، وبيقول يمكن تصنيف السحر إلى 4 خواص: الرياح والماء والنار والأرض، ومع ذلك أي نوع من السحر هذا. بعد كده الواد بيقول استنى يا كروبان، منذ متى يمكن لشخص عديم الفائدة مثلك استخدام السحر؟ كروبان اللي هو ليون بيقول عديم الفائدة ها؟ وبيقول بعد كل هذا لازلت أيضا تنظر بتكبر؟ الواد بيكون خايف وبيعمل تعويذة نار عليه، بس كروبان بيعدي في ثانية من جنبه وبيبدأ انه يعمل السحر، ومرة واحدة الواد بيحس بحاجة وبيقول ذلك مستحيل انني افقد الوعي. بعد كده الواد بيقع على الارض وكروبان بيكون هو كده اللي انتصر. بص يا جدعان، المفروض اللي هو اسمه ليون، بس انا هقوله من النهارده كروبان عشان دوت صاحب الجسم اللي فيه ليون. بعد كده لونا بتظهر وبتقول القدرة على سرقة المال من الآخرين، تلك هي خاصية السحر الأسود، وبتقول يا رجل كما هو متوقع منك. كروبان بيقول لها حسنا، مع هذا أظن أنه لن يزعجني مجددا. بعد كده بيسمعوا جرس الإنذار ولونا بتقول ما كان ذلك. بعد كده بيسمعوا حد بيقول إنذار إخلال، لقد ظهرت بوابة داخل الأراضي الأكاديمية. مستوى التهديد الذي تشكله البوابة تم تصنيفه فئة الحمراء، وهو أعلى مستوى تهديد. بعد كده الكل بيبدأ إنه يجري، ويوزوميا بتقول يجب على الطلاب تجنب القتال مع الوحوش أثناء الإخلال نحو المدينة. بتقول هي تمشي عشان تغلق البوابة. بعد كده واحد من المدرسين بيقول تمهلي يا يوزوميا، وبيقول لقد أمر المدير الأكاديمية على وجه التهديد ألا يتعامل أحد مع الفئة الحمراء، وبيقول إذا فشل هجومك بسبب تهورك فستكون الأكاديمية مسؤولة عن أفعالك. أوزوميا بتقول في الماضي عندما ظهرت بوابة من الفئة الحمراء كان يعاني السكان مجاورون من الخسائر الهائلة، وبتقول السبب الذي جعلنا نتدرب في هذه الأكاديمية حتى نتمكن من التعامل مع مثل تلك المواقف ألست محقة؟ وبتقول إنني ذاهبة لإغلاق البوابة. بعد كده بنسمع حد بيصرخ وبيقول بدأت الوحوش في الظهور. الذئاب اللي من البوابة عمالين يهاجموا في الناس. بعد كده واحد من الناس بيقرر إنه يستعمل السحر بتاعه، بس لما بيعملوا الذئب مش بيتأثر وبيبدأوا إن هم يهاجموه. بس مرة واحدة في سحر بيقتل الذئاب. الواد لما بيشوف الذئاب ميتة بيكون مصدوم. بعد كده بيشوف الرئيس أوزوميا قدامه وبيقول الرئيس أوزوميا، وبتقول له يمكنك المشي أليس كذلك؟ اطلب المساعدة لزملائك الطلاب وابتعد عن البوابة. بعد كده بتقول لا يزال هناك طلاب لم يتم إخلاءهم بعد، بالإضافة إلى ذلك هذه المنطقة قريبة إلى أحد من المدينة. بعد كده بتقول إذا كان هذا هو الحال علي أن أهزم زعيم تلك البوابة. بعد كده بنشوف كروبان هو ولونا بتقول لقد دخلت تلك الفتاة البوابة. بعد كده كروبان بيقول لونا ماذا علينا أن نفعل لإغلاق البوابة؟ لونا بتقول له علينا هزيمة الوحش الذي يتحكم بالبوابة، وبتقول عادة يعرف باسم الزعيم. كروبان بيقول حسنا، إذا كان على هذا الحال يجب أن نتوجه إلى هناك فورا. لونا بتقول ولكن يا كروبان ساما، على الرغم من أن خاصية السحر الأسود قوية إلا أنها تستهلك الكثير من الماء. كروبان بيقول لها لونا تصرفات الحالية ليست بدافع من أي شخص آخر. لونا بتفهم بتقول له حسنا. كروبان بيقول له ورغم ذلك إنني فقط لا يمكنني تجاهل تهديدا وأنا أعلم أنه قد يكون مدمرا. لونا بتسمع الكلام ده وبتتبسط وبتقول في سرها حسنا إن ليون سما شخص لطيف. بعد كده كروبان بيجهز نفسه وبينط من على المكان.
بعد كده بنشوف إيزوميا وهي مقتلة في كل الوحوش، وبتقول كما هو متوقع من وحش ذات الفئة الحمراء، وبتقول ليست بتلك السهولة. بعد كده وحش عملاق بيهاجم إيزوميا، وإيزوميا بتكون خلاص هتموت، بس مرة واحدة بيكون في شخص بيعمل السحر وبتقول خاصية السحر الأسود. وأكيد انتوا عارفين خاصية مين دوت. بعد كده إيزوميا بتقول ذلك يكون أنت يا كروبان، وأكيد انتوا عرفتوا من خاصية السحر الأسود. إيزوميا بتقول إنك كروبان صحيح، وبتقول له شكرا على إنقاذي من ذلك الوضع الخطير. لونا بتقول يسعدني أننا وصلنا في الوقت المناسب لأنساما. كروبان الحواريين يعني بيقول نعم إنني سعيد لأنك لم تصابي بأذى. إيزوميا بتقول بالمناسبة ما كان ذلك السحر للتو. كروبان بيقول بدلا من ذلك علينا أن نعطي الأولوية لإغلاق البوابة. بعد كده إيزوميا بتقول له أنت محق لنتحرك. بعد كده بتقول في سرها رين كروبان لقد سمعت عن ذلك الطالب من قبل، وبتقول حتى أثناء المعركة الوهمية في الأكاديميتنا كان في المركز الأخير، لقد كان ذلك تقييم هذا الطالب بالتأكيد، وبتقول كان قادرا على استخدام مثل هذا السحر القوي. بعد كده وهم ماشيين بيشوف كم ذئب قدامهم. بعد كده إيزوميا بتعمل خاصية الماء وتقنية السجن المائي، وبتخلي كل ذئاب تغرق. كروبان بيقول كما هو متوقع. بعد كده بتلاقوا الأرض بتهز من قدامهم، وغلم صخري بيطلع من تحت الأرض، وبيبدأ بعد كده اللي هو يهاجمهم. بعد كده كروبان بيعمل خاصية السحر الأسود، وبيعمل تقنية الهاوية الخفية، وحرفيا الغلم بيتخرم من عند عينه. بعد كده بيبدأ إنه ينهار، وإيزوميا بتقول لقد استهدف نقطة ضعف عينيه في ضربة واحدة، بس السحر اللي هو بيستخدمه بل لأنه يقوم بتفعيله بسرعة ودقة. بعد كده بيشوف المكان اللي هيودي على الزعيم، وكروبان بيقول لها مستعدة، وإيزوميا بيقول لها أجل. بعد كده بيخش جوه المكان اللي فيه الزعيم، اللي هو بيكون عبارة عن تنين ضخم، والتنين حرفيا بيكون طالع منه هالة ضخمة. إيزوميا بتقول تنين الحمم البركانية إنه مصنف على أنه وحش خطير للغاية حتى في الكتب الدراسية. كروبان بيقول لإيزوميا اللي هي تكون حذرة، وبيقول لها اللي احنا لازم نهاجمه في نقطة ضعفه، وخلي بالك عشان هو ممكن يهاجمنا في أي وقت. بعد كده التنين بيجهز لضربة، وإيزوميا بتقول إنه قادم، ويضرب ضربة بتفجر من المكان كله. إيزوميا بتفاديها، بس بتلاقيه بيهاجمها بديله، وفعلا بتقدر إنها تفاديها بسرعة. بعد كده إيزوميا بتجهز للضربة، وبتقول تماما كما قال كروبان سان، وبتعمل تقنية الرمح الثلجي على التنين، بس التنين مش بيتأثر بأي ضرر. وإيزوميا بتنصدم وبتقول من المفترض أن يكون هجوما فعالا للغاية ضد خاصية النيران، وبتقول يا لها من حرارة شديدة. بعد كده كروبان بيظهر وبيقول لم ينتهي الأمر بعد، وبيعمل تقنية المقلب المميت اللي هي برضه خاصية السحر الأسود، بس بعد كده التنين بيرفع جناحاته وبيطير من الضربة عشان الضربة مش تيجي فيه. بعد كده كروبان بيقول مع أن الفرار يعد غشا، لكن أظن أنه ما زال لديه القدرة على الطيران. إيزوميا بتيجي وبتقول لم أكن أتوقع أن تهرب بتلك الطريقة، ماذا علينا أن نفعل؟ كروبان بيسأل إيزوميا إذا كان هي بتعرف تعمل سحر تاني غير سحر الماء، وإيزوميا بتقول له أجل يمكنني استخدامه، ولكن لماذا؟ كروبان بيقول لها لحظة واحدة فقط يرجي إبطال التنين. بعد كده إيزوميا بتقول لقد فهمت، وبتقول له سيضع الأمر لك كروبان. بعد كده بتعمل سحر الهواء، بالذات الضربة الهوائية. بعد كده بتطلق الضربة على التنين، والتنين فعلا بيقدر إنه يثبت شويتين. لونا بتقول كروبان سما لقد توقف التنين الحمى البركانية على الحراق. بعد كده كروبان بيقول هذه هي فرصتي، وبيعمل تقنية الساحر الأسود حاكم الجحيم، وفي فراشات بتظهر وبتروح عند التنين، وبطرقها واحدة من صباع كروبان الفراشات كلها بتبدأ إنها تنفجر، وفعلا ما بتنفجر في التنين بتعمله ضرر كبير جدا. وكروبان هو وإيزوميا بيكونوا قاعدين بيتفرجوا، والتنين بيتحول لفرخة مشوية. بعد كده لونا بتقول لكروبان لقد فعلتها، وإيزوميا كمان بتقول لقد فعلتها، وبتقول له لدي الكثير من الأسئلة لك، لكن في الوقت الحالي علي القول أنها كانت معركة مذهلة. وأول ما بيطلعوا من البوابة بتختفي. كروبان بيقول أظن أننا تمكنا من العودة بأمان، وبيقول شكل الضرر مش كان كبير. بعد كده حد بينادي على إيزوميا بيقول لها ما معنى تجاهلك الصريح لأوامري. بيكون دوت هو مدير الأكاديمية اتسوشي شيدو. كروبان بعد كده بيسأل لونا مين الراجل دوت، وبتقول له إنه مدير هذه الأكاديمية اتسوشي شيدو.
كروبان بعد كده بيقول إذا كان حقا مدير هذه الأكاديمية فليس مستبعدا أن يكون على تواصل مع شارك، لكن قد يكون من السابق لأوانه الآن أن نفترض ذلك. بعد كده أوزوميا بتقول معذرة أيها المدير، لكننا لم نستطيع أن نشاهد الناس وهم في خطر. بعد كده المدير بيقول لها أنت كنت هتعملي إيه لو مش كنت عرفتي تقفليها؟ كروبان بيتعصب وبيقول لو سمحت أيها المدير، وبيقول له ألا يوجد كلمات أفضل لوصف شجاعتها أو عزيمتها؟ المدير بيقول له ومن تكون أنت؟ الغرباء لا يحق لهم التحدث. وسامية بتقول إنه ليس غريبا، لقد تمكنا من إغلاق تلك البوابة ذات الفئة الحمراء بفضله. بعد كده بيقول لها ماذا قلتي؟ بيركز في وش كروبان وبيبدأ إنه يضحك بشكل هستيري، وبيقول هو ده مش كروبان الطالب الأدنى في المدرسة أو الأكاديمية، أيهما أقرب؟ وبيقول يا له من أمر مثير للسخرية. بعد كده وسامية بتقول أيها المدير، والمدير بيقول قولي أن الطالب الأقل كفاءة في المدرسة قد تمكن من إغلاق بوابة الفئة الحمراء، هو محض للهراء. بعد كده بيمشي بالعربية، وكروبان بيقول اتو سوشي شيدو، سواء أكانت له صلاة بشهرك أم لا فلا بد لي التحقق من الأمر. بعد كده فورج كروبان لونا بتقول كان ذلك يوما حافلا بالأحداث، بتقول لها متعصبة من المدير المتغطرس دوت، وكما أن أوزوميا إنسان متميزة حقا. بعد كده بتقول كروبان ساما ما الذي تقرأه؟ وبتطلع ديت مذكرات كروبان، مش كروبان اللي هو ليون، لا كروبان اللي هو صاحب الجسم. خلينا نكمل. بعد كده كروبان اللي هو ليون يعني بيقول لقد دخلت جسد كروبان بينما كان فاقدا لوعيه، وبين كده الناس كانوا بيحتكروه. بعد كده كروبان وليون بيقرروا اللي هم يقروه، اللي هم يقروا الكتاب يعني. بعد كده بتبدأ مذكرات كروبان وهو بيقول لقد بلغت تحدي، وبيقول لقد كنت أود أن أصبح باحثا حتى أجني المال لتغطية نفقات علاج أختي الصغرى، ولكن وبيقول يبدو أنني لم أملك أي موهبة سحرية. وبيقول لقد كنت محتقرا مضطهدا وتحملت العنف، كل يوم كان جحيما لا يطاق. وبيقول إنه فقط. بعد كده كروبان بيقرا آخر حتة وبيقول إنه فقط أمر محبط للغاية. بعد كده كروبان بيسيب المذكرة، لونا بتاخد بالها من حاجة وبتقول كروبان سما. بعد كده كروبان بيروح عند الشباك وبيقول علي أن أريهم ما يستحقونه. وبعد كده في مكتب المدير الخاص بالأكاديمية بيضل يفكر شوية وبيقول فاشل كهذا يجرؤ على انتقادي، كم هو مزعج بجدية إنه لا يدرك حتى أنه قد يطرد من المدرسة. بعد كده أوزوميا بتقول من المفترض أن يكون الأدنى تصنيفا في الأكاديمية، لكن ذلك غير ممكن، إنني متأكدة من ذلك. ثم أمر مريب يجري هنا. بعد كده في المدرسة وكروبان قاعد بيتمشى بيشوف حد قدامه وبيقول كروبان يمكنني أنا أتحدث معك. بعد كده كروبان بيشوفه وبيقول له مش خاب ظني فدوت نائب الرئيسية أو الرئيسة حاجة من هذا القبيل. المهم دوت نائب الرئيس أوزوميا شويا ناروس. بعد كده شويا بيقول له قد سمعت بشأن ذلك أنك والرئيسة أوزوميا قد أتيتما خارج البوابة بالأمس، وأنت كنت تنوي استغلال الموقف ونهب أكبر قدر ممكن من الموارد داخل البوابة. بيقول له قالت الرئيس أوزوميا أنك تساعدها، لكن لابد أن تلك كانت حيلة لتغطيها على فعلك. وبيقول له شخص زيك ممكن يجيب المتاعب للرئيسة. لونا بتقول ما خط بذلك الواقع ذو النظرات. كروبان بيقول له التوضيح كنت فقط أحاول إغلاق البوابة. وبيبدأوا إنهم ينكشوا في بعض كده شوية عبال ما أوزوميا بتيجي وبتاخد بالها من اللي بيحصل. بتقول له كروبان كنت أبحث عنك. بعد كده بيتكلم شوية كلام ملوش لازمة كده اهوت. بعد كده بيمشي وبيقول لها اللي هو هيشوفها في اجتماع المجلس النهاردة. بعد كده أوزوميا بتقول كروبان هل قال لك شيئا؟ وبيقول لها لا مش قال لي حاجة، انت بتبحث عني ليه؟ وبتقول له ان المدير يطلب حضورك. بعد كده المدير بيقول انا هكون صريح، انا عاوزة تطلع من الأكاديمية يا كروبان. بعد كده أوزوميا بتقول لي ماذا أيها المدير؟ والمدير بيقول لها الأمر بسيط، وبيقول ان درجاته كلها مش حلوة ومش فاز بأي معركة تدريبية قبل كده. بعد كده هو بيرمي الورقة بتاعت كروبان في الأرض وبيقول الطلاب الذين لا يمتلكون موهبة سحرية ليس لديهم مستقبل، ذلك يعد بمثابة رحمة لك. كروبان بياخد الورقة وبيقول إذا كل ما علي فعله هو إثبات قوتي أليس كذلك؟ وبيقول بشأن المعارك التدريبية المقررة في هذا الشهر إذا فزت بكل واحدة فيرجى إلغاء الأمر طردي. المدير بيقول له ماذا قلت وبيبص على الورقة اللي في الأرض وبيلاقي فيها اللي مكتوب فيها جدول 31 في الشهر
15 رين كروبان 2 شوية ناروس. المدير بيعجبه الموضوع وبيقول لي ماشي، لو انت فزت في كل المباريات انا هسيبك في المكان هنا. بعد كده كروبان بيتبسط وبيقول حسنا، اذا اعتقد ان الامر قد حسم. وكده بتنتهي معانا حكايتنا، وهي يعني مش انتهت، المفروض اللي هي واقفة ل6 فصول. لو نزلوا فصول جديدة ان شاء الله هبقى انزلها، بس ان شاء الله بس ايه، لو عرفتوا توصلوا الفيديو دوت اكبر عدد لايكات. نفسي والله، نفسي. هو بس انت هتحط زر اللايك وانت داخل ومش هتحس بأي حاجة، والله ما هتحس بأي حاجة، وكمان هتستفاد. يلا يا ابني دوس على زر اللايك وسلام، احلى سلام. اللايك ما تنساش.